ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. اهلا بيكم في الحلقه الخامسه من كورس اليو اي ديزاين من الصفر للاحتراف. الحلقه يا سيدي بنتكلم فيها عن النصوص او الفونت او التايبوجرافي او الاحجام بتاعه الخطوط، اختراق الخطوط، المشاكل اللي انت ممكن تتخطاها بحلول بسيطه وسهله قوي، وكمان ازاي تقدر تختار الفونت وايه انواع الفونتات اللي قدامك والحاجات دي كلها. بس سريعا كده قبل ما نخش نتكلم عن كل الحاجات دي، اتمنى بجد انك تشترك في القناه عشان نوصل 200 الف مشترك، ولو وصلنا اشترك في القناه عشان انت عايز تدعمنا. بس كده يلا بينا نبدأ بقى يا معلم نتكلم عن التايبوجرافي. لازم نبقى واضح أوي قدامنا قد إيه أهمية النصوص أو اختيارنا للفونتات، لأنها هتلاقي عامل أساسي يعني عارف اللي هو إيه، بيدي إحساس كده معين بجانب الإحساس اللي أنت ممكن تلاقيه مثلا في التصميم بسبب إن في كلام معين مكتوب أو بسماكة معينة من الفونت هنتكلم عنها برضو. هتلاقي إنه بيعمل تناسق للديزاين، هتلاقي إن الزرار واضح أوي لأنه مثلا واخد سماكة معينة، هتلاقي إن في بعض الكلام مش مهم أوي فبالتالي هتلاقي إن هو إيه يعني لونه مختلف شوية لكن حجمه صغير حبتين، وفي نفس الوقت مش سمكه جامد قوي زي هنا او هنا، صح؟ فاختيارك للفونت وطريقه استخدامك ليه مهمه جدا جدا، ومش بس اختيارك للفونت وطريقه استخدامك ليه لكن كمان ايه الفونت اللي انت هتستخدمه. بناء على اختيارك للفونت دوت بيفتح لك فرص كتير جدا تستخدمه بيها، ومش كل الفونتات بيكون فيها فرص كتير قوي لانك تقدر تستخدمها في اماكن مختلفه. دي نقطه مهمه قوي لازم نتكلم عنها برضه. اكتر حاجه حابب ان انا اقول عليها، وهو هيبقى في سؤال كده في النص لما نيجي نبص على الديزاينز دي كلها ونشوف مثلا بص على التصميم دوت، اول حاجه هنا في عنوان كبير، بعد كده عندك اهوت الباراجراف ماشي اهو، بعدها عندك احجام تانية صغيره شويتين، تلاقي انه في احجام مختلفه، وفي نفس الوقت ان ممكن يكون الفونت ده والفونت ده هما فونت واحد بس مش اكتر. واللي هنا هيبقى في سؤال ايهاب، اختار فونت واحد استخدمه في الديزاين بتاعي سواء كان موقع او موبايل مثلا، ولا ممكن استخدم اكتر من فونت؟ سؤال حلو صح، لانه ممكن يجي لك قوي لان انت واحد مصمم، انت عندك ابداع، فاكتر حاجه هتبقى بتحاول تبدع فيها بشكل كبير هو اي حاجه قدامك، صح؟ مش حاجه معينه. اللي هو عندي ليك اجابتين، اول حاجه تقدر انك تستخدم اكتر من فونت، اتنين اللي هو تقدر تستخدم فونتين بس. ليه فونتين بس؟ ليه مش ثلاثة؟ ليه مش أربعة؟ ليه مش أكتر من كده؟ لا هو عادي، هي كحاجة تكنولوجي ممكنة جدا جدا إنك تستخدم أكتر من فونت، لكن بالنسبة للبرفورمانس أو الأداء بتاع الجهاز بتاع المستخدم وهو بيفتح الموقع على تطبيق الموبايل هيقل شوية. في نفس الوقت ممكن ما تبقاش أنت محتاج كل الحاجات دي، وبنسبة كبيرة أوي أنت محتاج فونت أو اتنين علشان تعرف تعمل الديزاين بتاعك كله، لأن في بعض الأوقات فونت واحد بيكون كافي. يمكن دي خطوة احنا هنتكلم عليها بعدين في الفيديو دوت، لكن لو نيجي ننزل تحت شوية هنا هو كده، احنا على فكرة احنا بنستخدم برنامج فيجما ماشي، هنتكلم عنه بعدين ونتكلم عن كل حاجة فيه بآخر تحديثاته وبنعمل مشروع وكل حاجة يعني. بس لو جينا هنا شوية ده فونت هو واحد بس، لكن الفونت دوت فيه أحجام مختلفة أو سماكة أو سمك، ما بقولنا اسمها صح يعني سمك ماشي مختلف، عندك من الثن واللي هو أرفع حاجة لبلاك، وده أثمك حاجة أو أعمق أو يعني عارف لو ايه اكتر حاجه تحس انها تقيله قوي في شكل الفونت نفسه. فانت ممكن بفونت واحد بس تستخدمه عشان تطلع احساس مختلف مع كل مره تستخدم فيها حاجه معينه من الويت او من الحجم بتاع الفونت نفسه. ليه لا؟ صح. فبالتالي انت ممكن فونت واحد زي فونت اسمه روبوتو مش تبقى انت محتاج سام فونت تاني. في بعض الاوقات انت ممكن تستخدم فونتين مع بعض، في بعض الاوقات ممكن فونت واحد بس. فسريعا كده قبل ما نبدا نتكلم عن كل الحاجات دي كلها لازم نتكلم عن حاجات معينة، اللي هو ايه الفونتات دي، واحنا ليه بنتكلم عن الفونتات اصلا في الديزاين بتاعنا؟ انا كنت افكر الموضوع سهل، صح؟ هقول لك الموضوع مش سهل، احنا مش جرافيك ديزاينرز لكن احنا يو اي ديزاينرز. واليو اي ديزاين او مصمم واجهة المستخدم واحدة من عارف اللي هو الأسلحة الأساسية بتاعته، بعيدا عن الألوان والحاجات دي كلها، هي الفونت نفسه. والفونت عامل أساسي لأنه بناء عليه بيدي إحساس وروح معينة لكل موقع ولكل مشروع تطبيق موبايل وما إلى ذلك. فأنت بجد لازم تركز قوي في الحلقة دي علشان هتفيدك بشكل مش طبيعي كده. احنا أول حاجة قلناها أنت ممكن تستخدم أكتر من فونت، في نفس الوقت ممكن تستخدم فونت واحد ليه أكتر من ثمك. تعال بقى نتكلم عن حاجة مهمة قوي في الفونتات. في نوعين من الفونتات معروف قوي على النت وحتى بره النت، او نوع معروف قوي 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 اللي هو اسمه السيرف. السيرف ماشي هو فونت يعني موجود من قديم الازل، من ايام كده اطلانتس وميلو الحاجات اللطيفه دي. الفونت دوت موجود بالكتب مثلا لو انت بتقرا كتب في الجرايد واماكن تانية، ان هو يعني زي ما بيقولوا ان هو بيساعد قوي 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 على تجربه القراءه، او ان الشخص قاعد بيقرا كده لا لا القراءه سلسه، قادر انه يكمل السطر بشكل سلس يعني ما بتتوهش، وفي نفس الوقت اللي هو في حواف كده هي مختلفه. بص الحواف عامله ازاي، حواف مختلفه تماما، او الحواف بتاعته من تحت
تحت، بس من تحت لان في بعض الاوقات اللاين او الستايل نفسه بتاع الحرف يكون مختلف عن سانس سيرف. كلمه سانس يعني كلمه من غير سيرف، تمام؟ عشان تبقى حاجه حلوه او مهمه لازم تعرفها. في نفس الوقت لان مثلا هنا الحواف بتاعت سانس سيرف، لا الحواف يعني ايه، حاده كده، ومش بتكون بس حاده احيانا زي هنا اهو، لا ده كمان انت عندك بعض الاوقات نوع تاني من الفونتات بتناسب معاهم مع السانس سيرف، والسيرف هتلاقيه موجود في حواليهم كده وسطيهم اصلا، زي مثلا عندك نونيتو، وعندك نونيتو لو انا ببص عليه يعني اهو، عندك نونيتو وعندك كمان نونيتو سانس. لو احنا مثلا نيجي نشوف نوعين الفونتين دول عاملين ازاي، تعال نشوف نونيتو سانس، بص عامل ازاي الحرف بتاعته، تمام؟ الحرف بتاعته يعني الاتش بتاعه شارب حبتين، لكن برضه لو انت هتشتغل بالنوعين دول انت ايهاب انا مش فاهم قوي بصراحه انت بتتكلم في ايه. انا عايز اعرف امتى ممكن استخدم ده ولا ده، علشان بعدين بقى لما احب اتعمق اكتر في التايبوجرافي بقى والنصوص والحاجات دي ابقى اعمل كده. هقول لك يا سيدي، لو انت تشتغل في مشاريع فيها النصوص بشكل اساسي والعناصر التانية مش مهمه قوي اكتر من النصوص، زي مثلا مواقع مقالات مجلات، مواقع مثلا خاصه ببعض السيستمز او السوفت ويرز وحاجات تانية معينه، والكتابه مهمه قوي، انت ممكن تستخدم السيرف. انما مثلا وانت بتستخدم مثلا يعني الموقع ده هيبقى فيه مثلا شويه جرافيكس مع بعض الحاجات التانية وكده يعني، فانت ممكن تستخدم السنسر اللي هو ماشي. دي حاجه. ممكن يجي لك سؤال كده في النص اللي هو طيب وانا مش ممكن يعني استخدم سيرف وسنسرف في نفس الوقت؟ اقول لك انت كده فعلا كريتيف قوي، انت كده مبدع جدا، لانه بالفعل انت ممكن تستخدم السيرف والسنسرف مع بعض، زي ما احنا كنا لسه بنقول انت ممكن تستخدم 2 فونت مع بعض، واحد للنصوص الكبيره وواحد للنصوص الصغيره. وتعالى نشرح نقطه مهمه، في بعض الاوقات ممكن يبقى عندك فونت للاسف ممكن بس يكون استخداماته للعناوين الكبيره بس، لانه اصلا مش مهيأ او مش متصمم انه يتم استخدامه، ماشي، يتم استخدامه في النصوص الصغيره. بالتالي هنا لو انت البراند اللي جاي لك عايزك تستخدم الفونت ده، طبعا انت مجبر انك تستخدم فونت تاني للنصوص الصغيره، بما ان انت عندك يعني مثلا في الايفون مثلا عندهم ماشي، عندهم حاجه اسمها سان فرانسيسكو ماشي برو ديسبلاي، وده خاص بالحجم الكبير بتاع العناوين وهكذا. وبعدها نفس النظام عندهم اسف برو او سان فرانسيسكو ماشي تكست، واللي هو للنصوص الصغيره، لان لو انت حتى عملت الفونت ده على حجم 14 بكسل او 12 بكسل مازال مقروء كويس. لو انت جيت هنا مثلا لده، لو انت تيجي بص ده 12 بكسل وده 12 بكسل، شايف الفرق عامل ازاي؟ الفرق رهيب من ناحيه القراءه، واضحه قوي، لان سان فرانسيسكو تكست هو من ناحيه ابل هو مخصص للعناصر او النصوص الصغيره، انما سان فرانسيسكو برو ديسبلاي دوت مخصص اكتر للعناوين الكبيره اللي هي انت عايز لها يبقى ستايل حلو شكلها حلو، فالفونت دوت مخصص ليها بالطريقه ديت. ودي حاجه حتى من ابل نفسها، عشان لو عندك عميل قال لك احنا ليه هنستخدم فونتين ومش عارف ايه، ممكن تقول لهم شوف ابل يا عم عندها نفس الموضوع ده. حتى نفسها شركه جوجل او الماتيريال ديزاين بتاع جوجل، ودي قواعد تصميم هنتكلم عنها قريب، هي والهيومن انترفيس ديزاين جايد لاينز من ابل، او قواعد تصميم خاصه بالاي او اس، مش بس قواعد تصميم الاندرويد هنتكلم عنهم ان شاء الله، وكمان تيل ويند، هنعمل حاجات كتير جدا جامده بصراحه كنا هنشرحه يعني ماشي. عندهم كمان يعني طريقه انك ممكن تستخدم اكتر من فونت، ليه لا؟ تمام. فنرجع مره تانية، انت عندك هنا يعتبر كده ايه اشكال مختلفه شويه في الفونتات. فانا بقول لك لو انت عندك مشروع فيه كتابه كتير قوي انصحك بالسيرف قوي. لو انت عندك ديزاين كده عايز يبقى يونيك بقى وفي شويه حاجات مميزه، ممكن تستخدم الاثنين، ممكن تستخدم السيرف للعناوين الكبيره او للنصوص الصغيره، والسان سيرف ممكن تستخدمه مثلا للعناوين الكبيره. انت ممكن تعمل كده كومبو حسب الفونت اللي انت تختاره، وهنيجي بعد شويه للمكان اللي انت ممكن تختار منه الفونت بتاعك بطريقه كويسه وكل حاجه، تشيلش هم الحوار ده دلوقتي خالص. طيب دلوقتي احنا خلاص اتكلمنا عن الجزئيه دي. ممكن حد يقول لي طيب انا امتى ممكن استخدم الاحجام دي كلها هنا؟ ماشي، واللي هو مثلا عندك ثين واكسترا لايت ولايت ريجولار ميديوم سيمي بولد لحد البلاك، امتى استخدم الحاجات دي كلها؟ اقول لك بصراحه بشكل كبير قوي في نوعين من المواقع ماشي. في النوع المحترف قوي واللي هو بيستخدم سمكين بس ماشي، سمكين بس، اللي هو الريجولار والسيمي بولد او الريجولار والبولد. لو انت يعني اتمسكت بالتو او الحجمين دول بتاع الفونت من السماكه بتاعته، هتعرف تطلع ديزاين رهيب جدا جدا جدا. احنا ممكن نيجي هنا اهو، ونيجي مثلا على الديسكتوب، ونيجي هنا مثلا نعمل واير فريم على فيجما، كلنا هنتكلم عنه بعدين بس عايز اوريكم بسرعه. ونيجي مثلا هنا كمثال نعمل فوق مثلا هو ناف بار كده صغير، نديه لون اسود مثلا في الوقت الحالي، ونيجي هنا مثلا نكتب اي حاجه. انا هجيب مثلا لورم ابسم، يعني اي كلام وهمي بس مش اكتر عشان اوريكم حاجه مهمه. نيجي هنا اهو ونخلي الحجم مثلا 80 بكسل بالشكل ده. ممكن نخليه سيمي بولد او بولد، خلينا نقول بولد زي ما احنا لسه بنقول مثلا. بعدها نجيب واحده كمان وهنا نخليه مثلا 24 بكسل. الاحجام دي كلها هنتكلم عنها دلوقتي، متقلقش حاجه. ونعمل لورم ابسم برضو بالشكل دوت،
ونخليه regular. بعدها احنا مثلا ممكن نشيل النص ده لانه مش دايما هيبقى التكست كتير قوي بالشكل ده كده يعني. بعدها مثلا احنا عندنا زرار، فاحنا ممكن نكتب هنا كلمه sign up today. ماشي، بعمل اوتو لاي اوت، حاجه كان اتكلم عنها بعدين في فيجما، مش همها انا، بس يعني عايز اوريك حاجه سريعه من ناحيه الفونتات. هتدعي لي بعدها او هتدعي عليا اللي انت عايزه. ونيجي هنا نغير اللون، وهنا مثلا اهو نخلي الحجم 16 بكسل ونخليه بولد. ماشي، وممكن مثلا نقول 240 في 48. الاحجام دي هقول لك استنى، احنا جايين فيها دلوقتي متقلقش. وزرار تاني هنا برضو، ونخلي ستروك ونشيل ده، وهنا نخليه برضو اصفار مثلا learn more بالشكل دوت، ونخليهم في النص، نخلي المسافه بينهم كبيره شويه. عن طريق ان احنا استخدمنا الريجولار والبولد بس عملنا ديزاين في نفس الوقت. يعني انت هو شايف ديزاين تحس انه ايه ده، الحاجات مختلفه شويه. انت لو صغرت شويه بالطريقه دي حلو قوي، مفيش مشكله خالص صح. لكن برضو انت ممكن الديزاين ده تطلع بيه بشكل احسن شويه، لان انت مش بس عندك في سلاح النصوص عندك الريجولار والبولد والحاجات دي كلها، لا انت عندك حاجات تانية، واللي هي كمثال اول حاجه عندك، وده احنا لازم نتعلمها جوه فيجما عامله ازاي عشان نشوف مع بعضينا، حاجه اسمها اللاين هايت. يعني ايه اللاين هايت؟ يعني المسافه ما بين سطر وسطر. ماشي، كمثال اهو، شايف انت مسافه بين سطر وسطر. ماشي، وعندك في نفس الوقت الليتر سبيسنج. اللاين هايت اللي هو ما بين مسافه بين سطر لسطر زي ما احنا بنقول، انما الليتر سبيسنج هي مسافه ما بين حرف وحرف. فانت ممكن مثلا تعمل حاجه زي كده، وده تلاقي ان في بعض المواقع بتاعت العربيات واماكن تانية بتعمل الشكل ده. وفي بعض المواقع اللي هو لا احنا عايزين الخط يكون يعني لازق شويه في بعضه. ماشي، فهتلاقيه بيعمل -4 او -4. في بعض الفونتات ماشي محتاجه انك تظبط اللاين هايت واللتر سبيسنج بتاعها علشان يطلع بشكل مميز واحترافي. انت لازم تركز فيه قوي. تقول لي طب هو ما فيش مثلا يعني اختصارا للوقت ان انا ببحث الحاجات دي كلها، ما فيش طريقه مثلا اقدر اطلع شكل احترافي كده على طول؟ اقول لك فيه. يعني كمثال مثلا الباراجراف دوت احنا ممكن نديله 150% علشان يبقى ايه القراءة سهلة شوية في المسافة بين سطر والتاني، ودي حلوة قوي. ايه العناوين الكبيرة انت ممكن تعمل لها -2 او -4، مفيش مشكلة. لو انت بقى بتشتغل في موقع بقى ايه يعني موقع رهيب مثلا، تعال مثلا نقول لا مفيش اي حاجة من الحاجات دي وبس هو في تكست بس مش اكتر، او العنوان الكبير يعني تمام. والعنوان الكبير مثلا نقول مثلا 69 بكسل وعايزه يبقى شكله واو قوي، يبقى انت ممكن تعمل ايه اللاين سبيسنج بتاعته او تعمل الليتر سبيسنج بتاعته ايه شوية بالطريقة دي، ممكن حتى بشكل اكبر شوية كده. وهنا مثلا ممكن تخليه لايت مثلا ولا ريجولار عشان تدي احساس كده بالفخامة. طبعا ممكن يبقى فيه صورة، ليه لا، عشان تشوف الاحساس ده ممكن يبقى عامل ازاي بالخط فعلا. فاحنا مثلا تعالى نجيب صورة هنا مثلا يعني حاجة للطبيعة مثلا، تمام. بعدها ممكن نديله مثلا اللي هو ايه اوباسيتي مثلا، يعني نخلي الصورة يبقى فيها عليها لون اسود عشان ايه الخط يبان، عشان اوريك الاحساس بيبقى عامل ازاي. ماشي، بالشكل ده هنا كمثال اهو. ممكن نيجي هنا فوق يبقى عندك مثلا ايه لينكات بقى او اللي هي روابط والحاجات اللي احنا عارفينها دي كمثال بالشكل دوت. انت شايف الاحساس هنا عامل ازاي بسبب ان الخط فيه مسافات كتير قوي. لو احنا مثلا جينا هنا قلنا لا والله هنرجعك زي ما كنت، إحساس تاني تمامًا، إحساس مختلف تمامًا، صح؟ نفس الموضوع، الفرق بس إن أنت عدّلت في المسافة ما بين حرف وحرف، فبيدّي إحساس مختلف جدًا. لو نيجي هنا مثلًا أهو ده إحساس تاني خالص، بس فأنت هنا لازمًا تبقى مركّز دايمًا على الletter spacing والline height بشكل كبير أوي. في نفس الوقت السماكة اللي أنت ممكن تشتغل بيها regular وbold، يوم ما تحترف حبتين كمان تشتغل بقى بالباقيين بقى يا معلم، من الthin لحد الblack كمان اللي أنت عايزه، ما فيش مشكلة. بس تاخدها كبداية ممكن تشتغل أول بالregular والbold أو بالregular والsemi bold، واللي هما الاتنين دول، لأنك هتلاقي إحساس الsemi bold زي إحساس الbold. يعني إحساس السماكة أو السماكة بتاعة الفونت هتحس إنها مشابهة أوي، بس يعني مش عنيفة أوي على العين زي البولد أوي. تعال نتكلم بقى على الحاجة اللي بعدها شوية، واللي هو طيب أنا خلاص عرفت أي فونت في منه نوعين، في نوع السيرف واللي هو بيكون الحرف بتاعته بالشكل ده، دي سهلة أوي وقراءتها كويسة جدا. لكن دلوقتي في نوع تاني اسمه سان سيرف، وده حاجة مودرن وحاجة عصرية. وفي كمان اللي هو الراوندد من السيرف والسان سيرف والحاجات دي كلها. فا أوكي أنا عرفت النوعين دول. طيب أختار فونت منين وإزاي
إزاي أختار الأحجام المناسبة، صح؟ طيب تعالَ يا سيدي أنا هارشّح لك موقعين هيفيدوك أوي. أول حاجة تمام، أنت ممكن تخش على موقع Material Design أو الMaterial U أو الM2- Material، وطبعًا ده هنا يعني في تحديث أحسن ماشي للMaterial 3، بس أنا هانصحك أوي بالواجهة دي هنا، لإن أنت هنا زي ما إحنا شايفين أهوّة، ده من جوجل نفسها، تقدر إنك تختار الfont هنا أنت عايز font إيه، مثلًا للعناوين الكبيرة هيبقى Open Sans، وللعناوين الصغيرة أو النُص الصغيرة هتستخدم Bobbins، فهي على طول هتيجي هنا تختار أي حاجة يقول لك الsize 96 بكسل، الletter spacing -1.5، هنا نفس النظام، فده حاجة جامدة أوي، أوي، أوي. أنت بالطريقة دي مش محتاج إنك تبدأ تخمن من دماغك، أنت محتاج تعمل حجم إيه في البداية، ماشي؟ الأحجام والحاجات كلها هنتكلم عنها إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، تمام؟ لكن في الوقت الحالي إحنا هنتكلم عن الtypography بالعموم، تمام؟ فأنت هنا الموقع دوّة ماشي من Material Design أو من جوجل نفسها هيساعدك بشكل كبير أوي. هتقول لي طب يا إيهاب حلو أوي، ما فيش مشكلة، بس أنا عندي مصيبة دلوقتي، إيه الفونتات دي؟ أنا مش عارف أختار فونت، يعني أنا في حاجات كتيرة جدًا لكن أنا مش عارف أختار أنهي فونت وهكذا. هاقول لك حلو، تعالَ نخش على اللي بعدها واللي هو موقع جوجل فونت، وده أنا بارشحه لك بشكل كبير أوي، لأنه هتلاقي فيه كل الفونتات اللي موجودة فيه كلها مجانية، تقدر تستخدمها بتطبيقات الموبايل بتاعتك، في المواقع، في كل حاجة. في نفس الوقت إن أنت هنا ممكن تيجي ماشي على كلمة فونت نفسها وتلاقي عندك كل الفونتات هنا، لو دوست على كلمة فلتر هيفتح لك هنا فلتر على الناحية الشمال، وتقدر إنك هنا تختار أنت عايزه مثلًا بلغة إيه، أنا عايزه والله باللغة العربية مثلًا، هتقول بيجيب لك الفونت اللي هو ممكن تستخدمه في اللغة العربية، وعندك فونتات كتيرة جدًا، جدًا. تقول والله لأ أنا مش عايز اللغة العربية، تقول والله أنا عايز حاجة تانية، عندك كل اللغات بتاعة العالم كلها حرفيًا يعني. برضه في حاجة تانية مهمة، أنت تقول لي إيهاب دلوقتي أنا شايف كل الكلام ده هنا في اختيار الفونتات، هل أنا محتاج أستخدم كل الحاجات دي في الوقت الحالي وأنا باختار الفونت؟ أقول لك لأ مش أوي بصراحة، لأن أغلب الوقت في تصميماتنا إحنا بنستخدم فونتات معروفة ومشهورة، علشان المتصفح بتاع المستخدم ممكن ما يكونش عنده الفونت اللي إحنا ممكن نروح نحاول نستخدمه، بالتالي المستخدم لو ما عندوش الفونت دوّة ماشي، للأسف المتصفح على طول يقول له إيه، المستخدم مش عنده الفونت، هنستخدم بقى الفونت اللي هو موجود على الجهاز عنده، فهيستخدم أي فونت والموقع بتاعه أو بتاعك أنت كعميل يعني للأسف مش هيبقى عنده الفونت والإحساس اللي أنت صممته وكل حاجة، لأن للأسف المتصفح ما فيهوش الفونت دوّة، وفي نفس الوقت المستخدم مش عارف إذا كان هيحمّل فونت أو هيحمّله منين ولا غيره، والمتصفح نفسه مش هيجبر المستخدم إنه يحمّل الفونت علشان يعرف يتصفح المنتج أو الموقع بتاعك بالتجربة اللي أنت عايزه يمُر بيها. فدي نقطة مهمة أوي إن إحنا نستخدم فونتات معروفة عند المتصفح وكاستوري. طب أنا أعرف الحاجات دي إزاي؟ لو شِفت مثلًا كل الفيلدرز بتاعتنا دي كلها هتلاقي أنت عندك أكتر الفونتات المعروفة، عندك روبوتو مثلًا واللي هو هنا دوّة، وهتلاقي إن عندك فونتات تانية كتيرة جدًا. وكمان عندك جيست لسه يعني حلو أوي، أنا باستخدمه بشكل كبير أوي بس مش المونو، الجيست العادي. انتر أنت ممكن لو بحثت شوية مثلًا مايكروسوفت وورد هتلاقي قد إيه الفونتات هناك مستخدمة معروفة، فأنا أنصحك بده أوي. وشوية شوية أنت ببحوثاتك وفهمك هتلاقي إن الفونتات اللي أنت ممكن تسميها تلاقيها قليلة أوي، تتعدى على الصوابع، يمكن 10 فونتات حرفيًا بشكل كبير، فأنا أنصحك بده جدًا أوي. تاني حاجة أنصحك بيها وأنت بتختار فونت تمام، تختار إن هو يكون فيه أكتر من ستايل، يعني مثلًا هو روبوتو فيه 12 ستايل، وده مهم أوي إنه هيبقى عنده thin، عنده 12 weight أو حجم أو السماكة بتاعته، بالتالي أنت ممكن تستخدم الفونت دوّة للتايتل وكمان في نفس الوقت للنصوص، التايتل اللي هو العناوين الكبيرة والنصوص اللي هي الباراجرافز، فأنا بانصحك بده جامد أوي. إلا في حالة أنت عايز تستخدم فونتات للعناوين بس، فأنت ممكن تبحث عن فونتات للعناوين بس عن طريق الفلترز هنا، أنا أنصحك إنك تخش تجرب بنفسك الحاجات دي كلها، وبعد ما أنت اخترت هنا الفونتات وكده وعايز تعرف المقاسات الصح المناسبة، على طول تخش على الموقع التاني برضه اللي هو من جوجل هنا واللي هو الماتيريال ماشي، وأنا هاسيب كل اللينكات في الديسكربشن، اختار هنا الفونت اللي أنت اخترته على طول، اختار هنا والله لأ أنا اخترت مثلًا والله الفونت اللي هو فراسانس، على طول تلاقي أول واحد أهو الحجم 98 بكسل والletter spacing minus أو -1.5. حلو أوي. تقول لي طب هل في موقع تاني أنت ممكن تنصحني فيه؟ أقول لك أيوه، بس قبل ما نروح للموقع التاني أنصحك كمان إنك تقرأ شوية عن الtypography هنا من الموقع اللي أنا هاسيبه لك دوّة لأنه حلو جدًا، وأنصحك إنك تحاول تتصفح وتشوف بنفسك الحاجات دي، تمام؟ بعد كده نخش على الموقع التاني اللي بانصحك بيه جامد أوي في النصوص، واللي هو موقع TypeScale. موقع TypeScale بصراحة جميل جدًا، جدًا، لأن أنت بناءً على الفونت اللي أنت بتختاره والحاجات دي كلها هنا ماشي، بيقدر إن هو يطلع لك أنت يعني مثلًا تعالَ مثلًا نقول أنت اخترت فونت اسمه Oxygen مثلًا، لأنه بيبين لك على الناحية اليمين في الموقع هيكون عامل إزاي، في الموبايل ممكن التصميم بتاعه يبقى عامل إزاي، وهنا في النص عندك
عندك هنا الأحجام، عندك عن طريق حاجة اسمها الRIM، ودي المبرمجين يعني فورمات أو صيغة بيستخدموها في إن هم يخلّوا الdesign أو أحجام النصوص responsive ماشي، واللي هي لمّا الموبايل بيبقى حجمه صغير بقى الfont ده هيصغر تلقائي لوحده ماشي، الحاجة دي هنتكلم عنها بعدين ما تشيلش همّها خالص دلوقتي. أنت ممكن كمان تعدّل blog post مثلًا الشكل بتاعه عشان يتغيّر هنا يبقى عامل إزاي، وهنا مثلًا ترجع مرة تانية الكمبيوتر نفسه مش الموبايل، هنا landing page مثلًا. في نفس الوقت لو أنت عايز تعدّل من الRIM عشان عايز تعرف المقاس أنت ممكن تستخدمه عامل إزاي، تيجي هنا أهو للpixels وهنا يقول لك والله 47.87 أو 78 مثلًا. هنتكلم برضه قريب عن حاجة اسمها ال8 bit grid وال4 bit grid، ودي بيتم استخدامها للمسافات والأحجام، ومش بس بتعود على أحجام المربعات frame، إنما كمان على أحجام الtext أو النصوص اللي قدامنا ديّة. لإن بعض الأوقات أصلًا هنا أهوّة يعتبر كده أحيانًا يعني الtype scale بيمشي بالطريقة دي، أو بعض الأوقات بيبقى بيمشي بطريقة غير ال8 bit grid، واللي هو بتضرب 8 في نفسها مرتين تبقى 16 بكسل، 3 تبقى 24 بكسل وهكذا. الحاجات دي كلها هنتكلم عنها مش هاشيل همها، بس أنا أنصحك بشكل كبير أوي إنك تركز على موقع Matilzan ده علشان تعرف إزاي تختار الفونت والأحجام اللي تتماشى معاه والإعدادات بتاعته. في نفس الوقت أنت ممكن هنا تيجي تختار بعض الفونتات التانية وتشوف هنا بتمشي إزاي في الdesign هنا، أو إنك تعمل design بنفسك عادي جدًا. طبعًا أنا مش عايز أتعمق أوي في الtypography لإن إحنا لسه بنتكلم بجزئية يعني عارف اللي هو إيه، شخص لسه بيتعلم عنها بشكل كبير، ولازمًا نصمم علشان نعرف إن إحنا ناخد على الtypography والنصوص واخترنا الألوان والفونتات والمسافات والحاجات دي كلها، فده هنتعلمه أكتر في كورس Figma اللي هو جوه كورس الUI design نفسه. فرجاءً لو عجبك الفيديو أتمنى إنك تشترك في القناة، وبس كده يا سيدي أشوفك إن شاء الله في الفيديو الجاي، مع السلامة.